اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يلا بقى كده بحبة دقيق هنعمل احلى باتيه وهنملى البيت بالخير كله. هنعمل احلى سندوتشات واحلى افكار كمان للمدارس وللدراسة وكمان للدروس. حبايب قلبي الحلوين، لو لسه اول مرة بتتابعوني ما تنسوش انتوا بتتابعوا امنية غزال، لايك وشير وسبسكرايب ويلا بينا. هنعمل افكار جميلة جدا ومميزة وموفرة جدا. يلا بينا. هاتي 3 كوبايات دقيق ويلا نشتغل ونعمل احلى باتيه. وطبعا البيت اللي مفيهوش دقيق حلو دقيق، لو كيلو دقيق قومي يلا واعملي احلى الباتيه. جبت 3 كوبايات دقيق ورشة ملح وباكت خميرة فورية و3 معالق سمنة، والليلة كلها يعني سهلة جدا وبسيطة جدا وكلها مكونات من قلب البيت، بس هتطلعي بعظمة العظمة بجد. مش هتحملي هم فطار، مش هتحملي هم عيل مثلا بين الدروس وانتي لسه ما طبختيش. حاجة موفرة وحاجة مغذية، هتلمي بواقي التلاجة. شوفي بقى الموجود عندك، موجود عندك اي حاجة بايتة، جبن، حتة لحمة مفرومة، ايا كان هتعملي بيها. انا هنا كان باقي عندي ربع كيس جبنة الحريف، وكمان كان عندي حوالي 5 أو 6 فلفلات كده، فلفل ألوان أصفر على أخضر على أحمر، وطماطمية ونص والله. ده بواقي التلاجة واللي كان موجود عندي عملت بيه، ما كلفتش نفسي كتير زي ما انتوا شايفين كده. انا هنا نزلت برضو على العجينة برشة بصل بودرة وتوم بودرة، وده بيخلي ريحة الباتيه بجد تحفة تحفة تحفة. البصل البودرة والثوم البودرة، وخاصة لو يعني كان ما هوش معطن او ما هوش مركون فريش، يعني هتلاقيه مدي تست العجينة في حتة تانية خالص. زي ما انتوا شايفين كده ابتديت اقطعها واعملها زي شرايح كده، بس شرايح عريضة على حسب بقى ما انتي عايزة. شوفي انتي عايزة تعمليها ايه، لو عايزة تعمليها كبيرة اعمليها كبيرة، لو عايزة تعمليها صغيرة على قد مثلا طفل صغير كده يمسكها ويخلصها يبقى تمام. انا هنا ابتديت احط الحشو وابتديت اقفل عليه من الناحيتين واخدها زي ما انتوا شايفين كده. وانا الاول كانت العجينة ملزقة، ما كنتش حاطة رشة الدقيق اللي تحت العجينة. وهعمل معاكم بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. حبايب قلبي الحلوين، لو لسه متابعين لي لحد دلوقتي ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم مني كل جديد. زي ما انتوا شايفين كده انا بوزع الجبنه وبحط الخضار وبقفل من الناحيتين، وببتدي بقى ايه ارولها كده زي ما احنا شايفين. العجينة دي سهلة وبسيطة، اعتمديها في حاجات كتير في الحلو وفي الحادق، بس طبعا لو هتعتمديها في الحلو فبلاش نحط التوم البودرة والبصل البودرة. التوم البودرة والبصل البودرة لو هتعتمديها وهتحشيها شوكولاتة مثلا او هتحشيها ملبن او هتحشيها عجوة، هعمل معاكم افكار حلوة كتير ان شاء الله، وافكار مميزة وكلها موفرة. دخلت المدارس بقى والدراسة، كل سنة وانتوا طيبين. عايزين حاجات مغذية لاولادنا، حاجات مفيدة. بلاش بقى بدل ما تديهم من مصروف هيطلعوا يجيبوا الباتيه من بره، لا اعملي الحاجة النظيفة في قلب بيتك. ممكن كمان تزودي على العجينة لبن بودرة، وانا كنت بشتغل بالموجود، انا ما كانش عندي لبن بودرة فعشان كده ما حطيتش. علي القيمة الغذائية. انت بقى ممكن تحطي بيضة كمان على العجينة، هتبقى تحفة. يعني بقى كده ديت لعبتك. عايزة تستخدمي برضو لبن ممكن، بس اللبن هينشفها فيستحسن لبن البودرة. انا هنا زي ما انتوا شايفين كده، عندك حبة البركة حطي، عندك سمسم حطي، عايزة تحطيها سادة حطي. ممكن كمان تجيبي بضاية وتبتدي تدهني كده وش الباتيه، وكمان تحطي عادي كده حبة البركة او السمسم. او عايزه تعمليها ساده اعمليها ساده، انتي وراحتك، وانتي والوفر بتاع بيتك، وانتي اللي موجود في بيتك، انتي اللي هتعرفي تحطي ايه ميزان بيتك كده زي ما بيقولوا. زي ما انتوا شايفين كده انا سبتها تختمر حوالي 5 دقايق. والعجينة في الاول برضو سبتها تختمر 5 دقايق، وكمان وانا بعمل الباتيه في الاخر سبته بعد ما خلصت كده 5 دقايق، بس لان الجو حر
5 دقايق بس عشان الجو حر. انما لو كنا في البرد او كده فممكن تدفي الفرن الاول وتدخلي العجينة قبل التشكيل، وكمان تصبري عليها حوالي من نص ساعة لساعة على حسب الجو اللي انت فيه، علشان العجينة تختمر وتبقى يعني مورقة كده وتبقى حلوة من جوه، متبقاش مكتومة. حبايب قلبي الحلوين، لو لسه معايا لحد دلوقتي ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم مني كل جديد. فكرة النهاردة فكرة عظمة للمدارس، للدروس، للفطار، هتوفر عليكي كتير، وبالموجود عندك هتعملي بيه احلى باتيه في بيتك، هتملي بيتك بالخير. ممكن كمان تعمليها بالاسبوع، تحتفظي بيها في الفريزر، تطلعيها كده على حسب اللانش بوكس بتاع الاولاد وانتي بتجهزيهم الصبح للمدرسة، على حسب بقى. شوفي هو انتي هتديهم ايه، ممكن معاها خيارية، ممكن معاها اي نوع خضار انتي عايزاه. طلعيها كده من الفريزر وعلى فرن دافي ولا حاجة، وتبتدي تدخليها حوالي دقيقتين 3، هتبقى زي كأنك لسه عاملاها دلوقتي اهو. وهنا بقى كنت خلصت تشكيل العجينة، وكمان حطيت عليها حبة البركة زي ما احنا شايفين كده، وسبتها كمان تختمر حوالي من 5 ل10 دقايق، وزي ما انتوا شايفين بالمنظر ده طلعت تحفة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا رب يكونوا استفدتوا بالفيديو بتاعي واستفدتوا كمان بالطريقة، ويا رب يكون فيديو كان خفيف على قلوبكم، واكون قدرت ان انا اوصل لكم الفكرة بتاعة الفيديو. ما تنسونيش بس باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم مني كل. حرفيا كانت لسه طالعة من الفرن، شوفوا بقى مجرد ما اتفتحت مورقة ازاي من جوه، وتحفة ازاي ومفرغة. التخمير اللي هنا عامل اساسي بجد، كانت تحفة تحفة تحفة، وريحتها فظيعة.